بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في مطبخ سيلا. النهاردة هنزين تورتاية بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفينها كده. أنا مزيناها بالجليز، أنا هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. يا رب تنال إعجابكم، ولو عجبتكم ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس واللايكات عشان يوصل لكم كل جديد، عشان نوصل بيكم بإذن الله. طبعا أنا كنت ملونة معاكم القلوب دي قبل كده بالضغط، والجليز أنا كنت عاملاه معاكم، وغلفنا التورتاية قبل كده كتير مع بعض. انا بس هوريكم طريقة التزيين بس، ويا رب تنال اعجابكم. يلا نشوف بقى احنا عملناها ازاي. انا اول حاجة هنا معايا مكعبين او 3 شوكولاتة بيضة، 3 مكعبات بالظبط اللي هعمل بيهم القلوب. طبعا دي مية بتغلي، حطيت فيها الشوكولاتة لحد ما ساحت بالمنظر ده، وده لون احمر. هلونها بالمنظر ده لحد ما توصلي للدرجة اللي انت عايزاها. انا بالنسبة لي اللون ده حلو، لان انا كده كده هغطيها باللون الذهبي. ده الجليز، وانا كنت عاملاه معاكم قبل كده وهنزله لكم في القناة. انا هدفيه كده على النار زي الشوكولاتة بالظبط في حمام مية دافية، ما بيرجعش على النار تاني. هفكه زي ما انتي هتفكي الشوكولاتة بالظبط، لان هو تقيل قوي كده معاه. هو بيتقل لما بيتعمل وبيتساب في التلاجة بيتقل، بنرجع نفكه على حمام مية. انا كده عملت الشوكولاتة في القالب بتاعي اللي هو على شكل قلب بالمنظر ده كده، وهحطها في التلاجة. هتمسك على طول، او تسيبيها بره الجو ساقع. اهم حاجه نخرج منها الهواء، نخبطها خبطتين كده، يعني انا حطها على الطبق عشان اخبطها خبطتين، اطلع منها الهواء بالمنظر ده. بس هحطها كده بقى في التلاجة. الجليس بتاعي بصوا بعد ما فك عامل ازاي. انا طبعا عاملاها حمرا بسبب عيد الحب، قلت يعني بالمناسبة نعملها بالجليز الاحمر. انا كنت عاملاها برضو معاكم قبل كده بالجليز الاحمر. بس هسقيها كده، هو لسه دافي، والتورتايه بتاعتي لازم تكون طالعه من الفريزر متجمده. يعني تحطي ايدك كده، ما ايدك ت... ما يطلعش فيها كريمه. بالمنظر ده هسقيها كلها. بصوا الجليز لونه عامل ازاي، وبتلمع بالمنظر ده ازاي، جميله بجد. بس هغطيها كده كلها من الجناب واتاكد انها اتغطت، وسيبيها بقى تصفي خالص. هي هتنزل الزيادات بتاعتها. والجليس ده برضو يعني احسن حاجة ان انتي تعمليها قبلها بيوم، وتسيبيه يرتاح خالص، وبعد كده تيجي تفكيه على حمام مية، ما ترجعوش على النار تاني. انا هنضف الدنيا حواليا بقى واحطها في التلاجة لحد ما تصفي خالص. هي كده صفت معايا اهي الزيادات. بصوا الجليس بيلمع ازاي. هو جليز او المروار، هو معروف بالاسمين، الجليز او المروار. ده عبارة عن شوكولاتة وعسل كلوكوز وكريمة خفق. انا هنزل لكم الرابط برضو. هحط كده من الدست يديها لون حلو. وادي الشوكولاتة بتاعتي كمان جمدت اهي. هطلعها من القالب وابدأ الونها برضو بالفرشة بتاعتي. بس كده. انا كده بقى بلونها وهبدأ احطها على التورتاية بتاعتي. الذهبي مع الاحمر بجد عجبني قوي، ولونه حلو قوي. انا من عشاق اللون الذهبي اصلا، مع الاحمر خلى التورتايه فظيعه. بصوا شكلها حلو. الجليس كمان بيلمع قوي.
بالمنظر ده كده، يعني التزيين اللي انتي تحبيه بقى. انا حبيت عشان بمناسبة عيد الحب تبقى عبارة عن قلوب كده بسيطة، وهي حمرا معاه، يعني كده حاجة بسيطة ورقيقة. بس انا كده خلصت، هبدأ بقى ارش عليها الدست طريقة عشوائية. بس كده. انا كمان كنت ناوية احط عليها ورق دهب، بس حسيتها انها مش محتاجة. كل ده من عند مستلزمات الحلواني هتجيبيه. ولو عايزة الجليز او المروار جاهز هتجيبيه برضو من عند مستلزمات الحلواني، اسمه جليز او مروار. انا كده خلاص خلصتها، بجد شكلها رقيق، هي في الحقيقة احلى كمان من التصوير، بجد رقيقة وحلوة. ويا رب تنال اعجابكم زي ما احنا شايفينها كده، بجد بسيطة. ولو عجبتكم ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس واللايكات عشان يوصلكوا كل جديد، وعشان نوصل بيكم بإذن الله. مع السلامة.